السماعه تخليك ما تسمعناش. تابع معايا لحد اخر الفيديو لان اختار واحد من الكومنتات وهكسبه واحده زيها. السماعه دي فيها كل حاجه موجوده في الايربودز برو 2 بجد، من اول العلبه بتاعت السماعه من ورا اللي فيها الجزء بتاع الضمان اللي بتخدشه وبتسكان بالباركود عشان تفعل الضمان بتاعك اللي لمده سنه كامله. وده شكل السماعه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش محتاج اقول لك ان السماعه اول ما تفتحها بتربط على طول. لا سماعه من ابل بجد يعني. بتقدر تتنقل بيها بين 3 مودات: ترانسبيرنسي مود اللي بيخليك تسمع اي حاجه حواليك حتى لو مشغل اغاني، زائد كمان النويز كانسليشن مود اللي بيخليك ما تسمعش اي حاجه حواليك تقريبا. السماعه بيشتغل عليها فايند ماي بتاع ابل عادي جدا عشان الناس اللي بتضيع حاجاتها يعني في البيت وكده. اما بقى من حيث صوتها فكان حلو جدا، والديلي تقريبا كان زيرو، يعني مش هتواجه معاها مشاكل سواء في الافلام او في الفيديوهات او في الالعاب. كل الكلام ده حلو جدا. السماعه بتقعد معاك في الشحنه الواحده حوالي 8 ساعات، وممكن تتشحن من الكيس بتاعتها مرتين او 3 مرات كمان. السماعه كمان فيها شحن لاسلكي، تقدر تشتري السماعه دي من مكان قوي جدا اسمه ستور موبايل، في خصم كبير قوي عليها لاي حد تبع قناه. عشان تاخد الخصم ده لازم تقول له كلمه السر، بس ما تشتمنيش بالله عليك. هتروح تقول له طاهر بيقول لك انا كنت مزنوق في سماعه. اما بقى لو عايز تكسب السماعه الثانيه فتاكد ان انت عامل لي لايك وعامل فولو وقول لي رايك في السماعه في الكومنتات، واتمنى اللي يكسب السماعه دي يكون يستحق.